سونيك نفسه بيخاف لما بيسمع صوت تخبيط مرعب على الباب، ولما بيقرب منه بيلاقي الدكتور إيجمان واقف في وشه وبيقول له مفاجأة صح؟ فسونيك بيتصدم إنه قدر يهرب من كوكب الفطر العملاق، ولما بيقرر يهاجمه بيلاقي أنف التاني قدامه لونه أحمر بيصد ضربته وبيضربه ضربة قوية بيخرم بيه الجدار، وبيكون باين جدا فرق القوة بين الاتنين، وبينعت سونيك بالضعيف. فسونيك بيحاول يضربه تاني بس ناكلز بيكون أقوى منه وبيطيره بره البيت بالشكل ده. وسونيك بيقول له مش هتقدر تاخد قوتي، فناكلز بيقول له قوة يا ابو قوة، انا عايز منك حاجة تانية خالص. وسونيك مش بيسيبه يكمل كلامه وبيجري عليه بسرعة، بس بيتفاجئ ان ناكلز فعلا مش محتاج قوة سونيك لانه قدر يوقفه وبايد واحدة، وبقبضته التانية بيقدر يضربه ويوقعه على الارض، وبعدها بيثبته في شجرة وبيقول له ما كنتش متوقع انك تكون ضعيف بالشكل ده، بس مش مهم. وبيسأله عن المكان اللي مخبي فيه حجر الزمرد الاعظم، فسونيك بيقول له انت اكيد